انا النهارده عامل في محل كشري لمده يوم واحد. احنا دلوقتي في قلب المطبخ، الناس سريعه جدا، تحس ان هم مشغلين السرعه حرفيا على 4 اكس. لا 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 لا، الموضوع صعب والدنيا حر قوي جوه. انا حتى الطبق مش عارف اعمله، حراره خانقه، صعب قوي. وانت اللغات دي كلها بتاعت الكشري بتحفظها ازاي؟ مسلسل الساده موزه الليل في عجين زود له في بروتين، يعني ما قلتش اي حاجه حلوه. اه، ما ينفعش برضه اوقع ما بره. ينفعش تبهدل برضه البراد من بره. اي حاجه تانية جايبها لك؟ مش ملاحق، عمال اجري ورا مش ملاحق. فاول حاجه عشان ننضف الارض هنفتح الميه على الارض، تبدا بقى ايه، تشيل اكل الناس بعد ما تخلص. بجد فكره تانية خالص. الدنيا حر، ما اعرفش الناس دي شغاله في الصهد ده ازاي، التكييف ولا المروحه عاملين اي حاجه. هنشوف النهارده ممكن نعمل ايه معاهم في حاجه زي كده، وهنلاحق اصلا نتعلم الشغلانه دي في يوم واحد ولا لا. وانا هجاريكوا ازاي. ممكن احضر طبق. اول حاجه مكرونه، رز، مفيش حاجه بره العلم. عدس. ما خليش اي حاجه تبقى بره العلبه من هنا. ده انا اشيلها ازاي؟ اوكي ماشي تمام. ده على حسب الطلب ولا كده كده بتحط في كل الاطباق؟ في حاجات مميزه. انا بطيء شويه بس ان شاء الله مع الوقت هتعود. يعني باين ان انت بتعبي والموضوع سهل، بس هو مش سهل. ايدك ما بتقفش. لا ما بتوقفش. انت بتبقى شغال كام ساعه في اليوم مثلا في عز الحر ده؟ يعني 12 12 ساعه في العذاب ده. اشتغلت يعني، شغال بالك قد ايه؟ 20 مثلا. 20 سنه شغال في نفس المهنه. حاسس ان انت مرتاح في الشغلانه دي ولا كان جالك حاجه تانية كان ممكن تشتغلها؟ والله هي الشغلانه اللي احنا اتعلمناها دي. من وانت صغير. اللي بنعرف نعملها. في سؤال طول عمري نفسي افهمه، ليه بنقفل في رمضان محلات الكشري؟ ده من زمان، يعني ناس كتيره ما بتحبش تشتغل في الصيام وكده، والشغل بيبقى ضعيف في الصيام. واصلا في الحر ده بيبقى صعب. الاجازه بتاعتنا السنه ده. بتاعتكم الاجازه السنويه؟ بتاعتنا السنويه. طب وده بيبقى اصلا بتقبضوا فيه ولا بتاع رمضان ده؟ بيبقى نص شهر. بيفرق محل كشري عن التاني كطعم او كده؟ تكلفه الخامات والجوده. ممكن تعلمني ازاي بنحط الصلصه في الطبق او في الحاجه اللي انتوا بتبقوا حاطينها، نحطها في الكيس ازاي؟ طبعا الكيس تمر وعامل كده. ماشي. لك قد ايه في القصه دي؟ انا بقالي بتاع 7 سنين. بعمل كده. الصلصه ما تلسعنيش، انت فاهم، وانا بعرف. الصلصه سخنه بتقلب قدامك ممكن تلسعك. بحط معلقه كامله ولا انت كده ماسك كبشه غلط. تمام. بمسكها غلط؟ ماسكها ازاي؟ امسكها كده. كده. الكبشه اهي في ايدي اهي. ماشي. عمر عامل كده. مش عارف اعملها صعبة ازاي. شوية. ايوه صعبه قوي. صعب. دي يعني شايف انها كيس وصلصه، بس انت مش متخيل الموضوع صعب عادي، ازاي. هو الموضوع سهل عن اي حد، على اي حد على حد عايز. متعود عليه. تمسك الكبشه كده عادي براحه. ما ينفعش برضه اوقع ما بره. ينفعش تبهدل برضه البراد من بره. حاسس ان الماسكه اصلا غريبه على ايدي، مش حاسس ان لا، بص، انا. عشان بس انت ايه حسب تعودك انت بس. انت واقف مش حاسس بالحر ده ولا لا، عادي؟ الدنيا ولع، بس احنا خدنا على كده بقى عادي انا خلاص. ظهري ووشي مش قادر. في حد بيبدل مكانك في الشفتات بتاعت ان انت بتودي الترابيزه وكده، ولا انت بتفضل طول اليوم كده؟ انزل إيه الاول على الترابيزه؟ زي ما احنا على كده. ماشي. اي حاجه تانية جايبها لك؟ انت شغال الشغلانه دي بقالك قد ايه؟ 22 سنه. 22 سنه. 22 سنه على الهال كده رايح جاي كده. لا لا، الموضوع صعب. التجربه دي غريبه ومختلفه، والاول مره احس ان انا داخل انا مش عارف اقدم لكم ايه. عجين زود له في بروتين وسايد سادامور. ايه؟ قول له لغايه العالم سيلفو بلاك ونصوم وكتابه ابو مارجريت. في لغه جديده عموما في عالم الكشري، انا مش عارف اعمل معاهم ايه دول. مش ملاحق، عمال اجري ورا مش ملاحق. تحس ان هو مشغل حياته على سرعه 2 اكس سبيد. وانت شغال مره مفيش طبق وقع منك كده ولا كده؟ طبعا ده لازم، هو في حد كبير على المهنه، اي مهنه كده. عادي، والمحل بيتعامل معاها عادي. طب انت هتشيل كل ده ازاي؟ طب تعالى كده وريني هتنزله ازاي. انت لسه هتزود عليهم حاجات من هنا؟ المعالق. انا معلش، انا ده مش هعرف اشيله. يعني دي شغلانه ما ينفعش تروح تعملها من اول يوم، تبقى عارف تشتغل عليها. اتفضل. محتاجين اي حاجه تاني؟ ما تنساش كمان ان مع شغلانه زي دي انت محتاج برضو تخش فيها جزء بتنظف فيه الحمامات او فضلات الناس اللي موجوده. فاول حاجه عشان ننظف الارض هنفتح الميه على الارض، تبدا بقى ايه، تشد. غريب شويه ان انت بتنظف حمام مش في بيتك، بس هي كتجربه تبين قد ايه الناس دي بتتعب بره فعلا في الشارع. برضو كل حاجه مش هعملها على اكمل وجه لاني انا مش شاطر فيها قوي، بس كتنظيف قشطه كلنا بننظف في بيوتنا، يعني محدش ما بينظفش في بيته. تخلي الارض كده بتنور. عايز كشري كبير ولا صغير؟ عايز معاه اي اضافات، رز بلبن اي حاجه، وكرمني عشان انا لسه جديد في المكان هنا. حاجه على ذوقك بقى، رز بلبن مثلا ام علي ظبطني كده. انا سامع ان في حاجات جديده في الثلاجه. اول حاجه واحنا بنشيل من على الترابيزه ده بنشيل الاطباق الاول، وانت بتشيل بطريقه عشوائيه عموما. تحب ايه؟ ارص الحاجه عشان خاطر ايه؟ بنرص الاول، يعني انا وانا بشيل اطباقي حاجتي ارص الاول عشان يبقى فيه مساحه في المكان. معلش سيبني، ده انا هجيبها دي. هتشيل كل ده لوحدك؟ ماشي.
ربنا معاك. خلي بالك برضو انك تشيل اكل الناس بعد ما تخلص، بجد فكره تانية خالص مختلفه تماما عما تيجي في خيالك. انت دايما بتشوف الشغلانات دي سهله، بس دي يعني والله العظيم انا كنت فاكر ان انا اخش بقى اعمل كشري وانزل الطبق وخلاص ويعني اعمل الفيديو ونمشي. الموضوع بجد صعب. نروح ننزل دلوقتي للناس الويلكم درينك. اتفضل يا باشا. واحد طاجن فراخ موتزاريلا وواحد كبده. تمام. ازازه ميه. انت عندك كام سنه؟ 14 شغال في اي حاجه. طب وقت الدراسه بتشتغل؟ برضه ما تعبش نفسك يا اخي، انا شغال معاك مش بعزم عليك. هات انا عارف. سيب بس لا يقعوا مننا. قاعد كده 12 ساعه بعمل كل ده 12 ساعه. الله يكون في عون اي حد فعلا شغال في اماكن زي دي في الشارع، في محلات في عز الحر ده وربنا يعينه والله. لا الموضوع صعب والدنيا حر قوي جوه، مهلك. انا ما كنتش متخيله كده خالص. شويه طبق وتحط فيه رز ومكرونه وتنزله للزبون. انا حتى الطبق مش عارف اعمله، محتاج سرعه معينه. بتجري في الصاله بتنظف بتغسل بترجع تاني، اللغات مختلفه. يمكن دي اكتر شغلانه في حياتي افتكرتها سهله وهي من اصعب الشغلانات اللي دخلتها. طول عمرنا بنخش ناكل محل كشري عشان بنستسهل الموضوع، بس لا الموضوع صعب. الناس كلها جايبه ميه، بالذات الناس اللي في قلب المطبخ، حراره خانقه، صعب قوي. ولو وصلت لاخر الفيديو بعد كل التعب ده، ما تنساش تفعل زر الاشتراك واللايك عشان يوصل للناس تانية وتشوف تجارب اكتر.